بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حكم عمل بطاقة عامل زراعي أو عامل لتقديمه في خدمات حجاج، هل هذا حرام؟ مع العلم أنه غير واضح. أنا أقول لك اذهب فاعمل في الزراعة ولو زرعت فسيلة فتكون عاملا زراعيا، أو تكون عاملا، اعمل أي عمل فأنت عامل إن شاء الله، وتكون صادقا غير كاذب. ومن ذهب يخدم الحجاج فحج أو ذهب بهذه العلة فحج فحجه صحيح لا حرج فيه على الإطلاق. ومن زعم من أن يعني بعض المشايخ المعاصرين أن هذا دون إذن ولي الأمر، فقد نقول هذه طاعة لله عز وجل لا تحتاج إلى إذن، وطاعة الله سبحانه وتعالى بإذنه هو سبحانه. ومن من أهل العلم ذكر من ضمن شروط الحج إذن ولي الأمر، هذا أمر محدث ما قاله عالم قبل ذلك قط. والتعلل بالزحام أمر لا حقيقة له، فلو أحسن ترتيب الأمور لاتسعت المشاعر إلى أضعاف من يحضرها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الاستسهال في أن يكون الأمر مبنيا على منع الناس وصدهم عن بيت الله الحرام ويقال لابد من إذن وغير مصرح له بالحج، عجب من العجب. ليس من مقاصد الشريعة منع الناس عن الحج.